الرحيم. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن القياسات والمكونات والعناصر عن طريق الافو ميتر اللي هو واضح قدامكم بالشكل ده. الافو ده محدود، لكن من خلاله نقدر نحدد حاجات كتير قوي من خلال قياس الفولت او البازر. يبقى اول حاجة هنتعرف على الافو هنا عن طريق البازر، الجرس. لازم الجهاز يزمر معايا ويجيب ادنى رقم 1 2 صفار، ده ادنى رقم. بعديها قياس الاوم، بعديها قياس الفولت المستمر، بعديها قياس الفولت الغير مستمر، بعديها الاتش اف قياس المكثفات، بعديها الامبير، وبعديها برجع تاني للبازر. عن طريق البازر يا جماعة نقدر نحدد اعطال كتير في المذر بورد. رقم 1 المكثفات الكيميائية، ودي معروف ان هي وظيفتها شحن وتفريغ وتنقية التيار. ادي مكثف خارجي 3300 مايكرو فاراد على 6.3 فولت. مكثف سالب وموجب. الموجب هو الحيز الكبير واخد لون كبير في المكثف اللي هو البنفسجي، والخط الابيض ده هو السالب. على المذر بورد هتلاقي سالب وموجب، وبيحددها لك. موجب موجوده هنا على الشمال اهي، علامه البلس الزائد، والناحيه الثانيه العلامه المشجره هي السالب. كده ده المكثف الكيميائي، وظيفته شحن وتفريغ وتنقية التيار من الشوائب. رمز المكثفات عامة سي. القياس بتاعه عن طريق جهاز اسمه الكاباستوميتر، ده اللي بيقيس المكثفات الكيميائية، ومن خلاله يقدر يحدد اذا كان المكثف تالف او سليم. لكن من خلال شغلنا عن طريق الافو، لان في ناس كتير مش بتاعتها انها تجيب اجهزة عشان خاطر تقيس بيها مكثفات. انا عندي هنا جايب مكثفين للتعريف بس. هنا المكثف منفخ ومصدي من فوق، والسوائل الكيميائية بتاعته خارجة من فوق، ماشي. ده بالتالي يسبب اعطال كتير في المذر بورد. تهنيج المذر بورد، عدم تنزيل ويندوز، ما بتشتغلش بالكفاءة بتاعتها العالية وبطبيعتها. لازم المكثفات الكيميائية تكون ثابتة، والسطح بتاعها يكون ملمسه ناعم، مش مبذر ولا مبوز. تاني حاجة من المكثفات المكثف السيراميكي، ده ملوش سالب ولا ليه موجب. لو شلته يركب في اي اتجاه، يركب بالشقلوب، يركب بالعكس. هو ده المكثف الكيميائي، وده اكبر حجم بنشوفه. المكثف السيراميكي ده اكبر حجم بنشوفه جوه قاعدة البروسيسور. المكثف السيراميكي ده وظيفته تمرير التيار مع تنقيته من الشوائب. تنقيته من الشوائب بمعنى كده ان في رجل على الارضي. لو انا مشغل البازر بتاعي زي ما حضراتكم سامعين الصفارة، وهنا لمست الارضي على الارضي، لازم الافو يزمر معايا زي ما انتم سامعين كده. هاجي على المكثف السيراميكي، الرجل الاولانية ادتني بازر، الرجل التانية اعطت قيمة على الافو. دي الرجل اللي مرر عليها التيار، الرجل التانية هي دي اللي مرر دي اللي فيها بتقف التيار، عشان خاطر هي دي اللي بتخرج الشوايب وتمررها على الارضي. لو انا هقيسه لوحده لازم يعطي قيمة. المكثف السيراميكي يجب ان يعطي قيمة، لانه بيمرر التيار من داخل الدايرة الى خارج الدايرة. الرمز بتاعه سي، زيه زي المكثف الكيميائي. طيب لو مكثف منهم بايظ، يبقى ال8 كلهم هيزمروا وهيبقى فيهم قفلة. معنى ان في واحد فيهم قفلة يبقى المكثف
المكثفات عامة اللي داخل دايرة البروسيسور لو في واحد فيهم عامل قفلة يبقى كل المكثفات هتعمل قفلة، يبقى لازم اشيلهم واحد واحد واقيس على المكثف من بره. رقم 3 عندنا الكويلات. ده كويلات او ملفات، دي وظيفتها خنق التيار للحماية للدايرة، وظيفتها انها تحمي الدايرة من التيار العالي. في مشكلتنا مش مشكلة الملفات الكبيرة دي. الملفات الكبيرة دي الرمز بتاعها رمزها وقياسها عن طريق الافو يعطي بازر، لانها ملف نحاسي مغطى بورنيش عازل، لازم يعطي بازر ولا يعطي قيمة. غير البازر في القياس يبقى الكويل بايظ. نيجي عندنا هنا بين اي سي التردد وبين دايرة البروسيسور موجود 2 كويل، لازم 100% يكونوا موجودين في الدايرة دي للحماية من اي سي التردد، ان التردد بتاعه يعلى، الذبذبة تزيد تحرق البروسيسور. لو جيت قست لازم يعطي بازر، لو اعطى قيمة في الحالة دي يبقى الكويل بايظ ولازم يتغير بواحد بنفس الحجم. ده رقم 3. رقم 4 الا وهو الدايود. الدايود هو موحد الاتجاه، وظيفته تنعيم التيار المستمر، يعطي قياس من اتجاه واحد ولا يعطي من الاتجاه الآخر. في الاتجاه ده أعطى قيمة 380. لو عكست دراعات الافو وخليتها الناحية التانية وقست مش هيديني أي قيمة. معنى كده إن الدايود بتاعي سليم 100%. طيب لو القيمتين متساويتين يبقى الدايود بايظ، لو الدايود زمر معايا يبقى الدايود تالف ولازم يتغير. الرمز بتاعه دي، يبقى الدايود موحد الاتجاه، وظيفته تنعيم التيار المستمر، القياس من اتجاه واحد ولا يعطي قيمة من الاتجاه الآخر. العطل لو أعطى بازر تالف، لو أعطى قيمة متساوية بين الجانبين تالف، لازم يتغير فورا. رقم 5 المقاومات. واحنا عندنا هنا نوعين من المقاومات او شكلين من المقاومات. الشكل الاولاني اللي هو بيكون ثنائي الطرفين، والشكل الثاني بيكون رباعي الاطراف، 4 رجول يمين و4 رجول شمال. انما الشكل الثنائي طرفين، طرف يمين وطرف شمال. الشكل الرباعي او الثماني 4 اطراف يمين و4 اطراف شمال. عندنا النوعين، نوع الرقمي وده وظيفته اعاقة للتيار، والنوع الثاني صفري وده وظيفته منع التيار من العلو عشان يحمي الدايرة. طبعا قياس المقاومات كلها على الاوم، لكن الافو بتاعي او الافو عامة اللي احنا بنشتريه وبنشتغل بيه مفهوش الخاصيات والخدمات العالية اللي زي كده اللي ممكن تأهلنا ان احنا نقيس المقاومات ونحدد قيمتها على التوالي او على التوازي او الشبكة بتاعتها الالكترونية. لكن بأكد لكم 99% ان المقاومات مش بتبوظ ولا بيجرى لها اي حاجة غير المقاومات الصفرية اللي بتكون موجودة حوالين بريسات الباور، حوالين البي اس 2، حوالين اليو اس بي، وبتيجي محروقة وبتيجي في الهاردات كتير محروقة، وكتير مننا شافوها وعارفين انها بتيجي محروقة. رمز المقاومات عامة رمز ار، بتقاس عن طريق الاوم، جهاز اعلى من جهاز الافو عشان يقدر يحدد قيمة المقاومة والخارج والدخل والجهد بتاعها قد ايه. رقم 6 الا وهو الريجليتور. الريجليتور ليه طريقتين للقياس. ده ريجليتور ليه طريقتين للقياس. في منبع
في سورس، في دخل، في خارج، لكن احنا على قد ما نقدر هنحاول نوضح القياس بتاعه بيكون ازاي. هو ده الشكل بتاعه خارج البوردة. هنقيس جوه البوردة، القياس هيكون بنفس الطريقة دي. بقيس الطرفين ولازم يعطي قيمة على الافو. القيمة الحقيقية بتاعته من 300 لحد 700، دي القيمة الحقيقية بتاعته داخل المذر بورد. اقيس الطرفين، ومش ممكن الطرفين يدوا بزر مع بعض لان كل رجل فيهم على دايرة او خط او مسار معين مختلف عن التاني. بيستلم فولت وبيخرج فولت اخر. بيخدم في دايرة الرامات، دوائر الشيب، الكنترولات، دايرة خط 12، بيخدم في كل الدوائر في المذر بورد. ده اسمه منظم للجهد. بيرجع للاصل بتاعه او الرمز الحقيقي بتاعه مطبوع على المذر بورد كيو ترانزستور. كلها مجموعة ترانزستورات، لكن لا كلها او معظمها ليها مسميات مختلفة. فعشان خاطر ما نتوهش احنا بنحاول نشرح بالبلدي طريقة الشغل العملي. يبقى قياسه من داخل المذر بورد عن طريق قياس الطرفين، ويجب ان يعطي قيمة ثابتة ولا تتغير. اما من ناحية القياس من خارج المذر بورد، الطرف الاخير اللي هو القصير او المبطط اللي في الظهر هو ده الطرف الارضي. لما باجي احط السالب او رجل السالب او رجل الافو السالب عليه والرجل اللي في النص، معنى كده ان الطرفين متوصلين ببعض. لو جيت الناحية التانية او الرجل على اليمين قدامي، يجب ان تعطي قيمة. كده بالنسبة لي انا الترانزستور او الريجليتور شغال. لو عايز اقفل الفولت وما خليش قيمة فولت تخرج خالص، ارجع للرجل اللي على الشمال، مجرد ما بلمسها يعطي الافو 1 ولا يتغير. يعطي الافو 1 ولا يتغير. للتأكيد عشان اقيس الفولت واقيس الترانزستور سليم، قالب الافو على الرجل الشمال ماشي، هيعطي قيمة. كده انا عملت قفلة جوه الريجليتور. ارجع الناحية التانية واقيس، لازم يزمر معايا ويديني اصفار على الافو. لازم يديني اصفار على الافو. كده الريجليتور شغال معايا 100%. طيب انا عايز افك القفلة دي، اثبت الريجليتور والمس بالجفت بتاعي الطرفين، اللي هو الطرف الشمال اللي انا عملت عليه وكان بيديني نتيجة 1، والطرف الارضي المسهم الاتنين في بعض لمسة خفيفة، وارجع اقيس. يعطي قيمة 100% وسليمة وشغال معايا الترانزستور زي الفل. غير كده الريجليتور بيكون تالف وما بيشتغلش. من ضمن القياسات اللي موجودة على البوردة كريستالة توليد النبضات للشب الفرعي. الكريستالة دي سالب وموجب، مستحيل انها تديني بزر. يجب ان تعطي قيمة زي ما حضراتكم شايفين. لازم الكريستالة تعطي قيمة او لا تعطي قيمة، لكن مستحيل انها تعطي بزر، يعني انها تديني قفلة. طيب لتحديد عيوب او اعطال الاي تي، عندي اي تي زي كده او عندي اي سي او عندي اي عنصر ما بقدرش اقيسه غير عن طريق اجهزة كتيرة وغالية، عن طريق الافو اقدر احدد ولو نسبة ضئيلة ان الاي سي سليم او بايظ، مع اختلاف اذا كان بيسخن او ما بيسخنش. يعني لو بيسخن يبقى الاي سي تالف بالنسبة لي 100%. طيب بيجي لي جهاز الصوت بتاعه فيه مشكلة، احط ايدي على الاي سي بيسخن، معنى كده ان الاي سي تالف. طيب السوكت سليم والاي سي ما بيسخنش، حابب ان انا اقيس حوالين الاي سي عشان اتاكد اذا كان سليم او اذا كان بايظ. اجي عند المكثفات السيراميكية اللي موجودة حوالين الاي سي، عندي 1 2 3 4 5 6 مكثفات سيراميكية. مش ممكن يدوني بزر، لازم يدوني قيمة. قيست الاولاني اعطى قيمة،
قسط التاني اعطى قيمة، والتالت والرابع زي بعض. قسط الكبير اللي هو السادس رقم 6 اعطى قيمة. طب نفترض ان الاي سي المكثفين الكبار دول ادوني بازر، او واحد منهم اداني بازر. طيب عشان اتاكد هرفع اي سي الصوت احطه بره، واجي اقيس المكثف السيراميكي الاقي الشورت اتشال، ارجع الاي سي تاني مكانه الاقي الاي سي رجع مكانه. بعد ما رجعت الاي سي الاقي المكثف السيراميكي اداني بازر. معنى كده ان الشورت رجع بمجرد ان انا حطيت الاي سي. معنى كده تاكيدا لكلامي ان الاي سي هو اللي تالف وفيه المشكله. نفس الكلام على الاي سي، نفس الكلام على الاي تي، نفس الكلام على اي عنصر موجود على البورده، نفس الكلام على الشبايه، نفس الكلام على الشبايه الرئيسيه، نفس الكلام على كنترول البروسيسور. ده اسهل وابسط طريقه لتحديد العطل عن طريق الافو. يبقى احنا كده شرحنا المكثف الكيميائي، شرحنا المكثف السيراميكي، شرحنا الكويلات، شرحنا الديودات، شرحنا الريجوليتور ترانزستور، شرحنا ازاي نقيس الاي سي، شرحنا ازاي نقيس الاي تي، شرحنا ازاي نقدر نحدد الاعطال عن طريق القياس بالافو ميتر. في حاجات احنا ما بنقدرش نقيسها على المذر بورد غير عن طريق اجهزه، لكن على قد ما قدرت حاولت اوضحها عن طريق الافو ميتر بصوره سليمه وبصوره واضحه. وده الشغل العملي اللي كل الناس المحترفه والفنيين في صيانه الالكترونيات شغالين بنفس الوظيفه والدرجه دي.